وي. اليوم غادي نطلعوا باليدين ورجلين. اليوم غادي نطلعوا لواحد، غادي نمشيو لواحد الغار هنا فوق الجبل. كيف ما كتشوف الطريق ماشي سهله نهائيا، ولكن الغريب في هذا الغار هو اننا غادي نباتوا فيه هذه المره. غادي نباتوا في الغار، غادي نشوفوا التجربه كيفاش غادي تكون. الرحله ديالنا بدات بالقاصح كيف العاده، والطريق ديالنا من هاد الجهه من الجبل واللي نقدروا نسميوه بالجدار الحجري، واللي غنتبعوه في اتجاه القمه، وما غاديش يكون سهل حيتاش الانحدار هنا يقدر يوصل لاكثر من 45 درجه. واش هذا؟ واش هذا الشيء غادي يغلبنا ولا؟ غادي يغلبنا. صبا غلط واحد كلفني عاوتاني كيلومتر ديال الطريق. غادي يغلبنا ولا غلبنا نيت شويه. هذا ملي كتصطم عليه باينه شنو غايدير. اجي شنو ظهر لكم لك من الهبشي. يا زيد 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 زيد. واخيرا وصلنا للقمه. والمهم دابا عاوتاني خصنا نهبطوا حتى القاع. كيفاش غادي نهبطوا ومنين غادي نهبطوا؟ وي وي. صافي عرفت منين غادي نهبطوا. دابا وقع العكس في الرحله ديالنا، وعوض الطلوع خصني نهبط للقاع. واخا تبدلات القضيه الا ان المجهود هو ويقدر يكون كاع زايد من هذه الناحيه. ايوا من بعد هنا من هنا وصافي. العشاء في هذا الصاك. شي طريق من هنا جهنم. من هنا كنحاول ما امكن نشوف شي بلاصه مفتوحه فين غنقدر نشوف الطريق كامله، هكا كتكون عندي نظره عامه على الطريق، ولكن كيبقى الاحتياط واجب باش ما توصلش لشي بلاصه مسدوده. واخا هكاك كيبقى عنصر المفاجاه ديما حاضر. وهنا مثلا دزنا من اكثر من حاله، كاينين بلايص اللي كيتحرك فيهم الحجر وبلايص فيهم الزليق وبلايص فيهم الحجر شاد بلاصتو، والستريس كيكون زايد في البلايص اللي كيتحرك فيهم الحجر. وحركه وحده فوق الحجره اللي ماشي في بلاصتها تقدر تسالي الحفله، والخايبه تكون عبء كبير على شي واحد اخر من الطاقه. كنعرفوا واش الطلوع ولا الهبوط. الطريق هنا ما بين الساهل والصعيب، وباش ما نعياش غالبا نقلب على الطريق السهل واللي ما غاديش ندير فيه مجهود كبير، وحيتاش بغيت نربح الوقت ونوصل بكري كنختصر ما امكن. هي كتبان. اذا واخيرا وصلنا للوجهه ديالنا، الا انه تعطلت شويه واخا كاع هاد الاختصارات، والشمس ما بقى لا والو تغرب، وباقي بزاف ما يدار قبل ما يطيح الظلام. الصراحه ماشي هاد الحفره هادي ولا هاد الغار هو اللي كيفرح، ولكن غير فرصه انك توصل لهنا راه تما راه صاحبي. المهم هي هادي، ولكن الجميل في هاد الشيء كامل هو هاد الشجر.
هذا. المهم باش ما نضيعوش الوقت بزاف اكثر من هكا، الشمس ما بقى لا والو تغرب. هاد البلاصه هادي تكون البياص ديالنا، ولكن كيف العاده خصنا شي حاجه نفرشوها هنا. ما جبنا معنا والو، ما كاين لا نطون ثلاثه وزه. اللي غادي نديروه هو غادي نقلبوا على شي حاجه على برا، نجيبوها لهنا و نفرشوها هنا. عليها كتجي المهمه ديال هذا السيد. والله الا عييت. ما عندنا نديرو. وغادي هذا فيه الشوك، هذاك ريحته خايبه. عندنا هذا هو الوحيد في هذه البلاصه اللي ما عندوش الشوك وريحته ما خايباش بزاف. المهم عندنا منه بزاف هنايا. الطريقه هذه باش كنقطعوه هذه ينبت، فاحنا ما كنحيدوهش بالجذور ديالو وانما كنقطعوه وصافي. حاليا انا مربوط بالوقت اكثر من شي حاجه اخرى، وحاولت باش نجمع اكبر عدد ممكن من هاد العشبه حيتاش هي الوحيده اللي كتنبت هنا وفي هاد الوقت من العام. هذا خانز، هذا فيه ما يتشاف، وغالبا النعاس ما غاديش يكون فيها مريح الا انه غادي تكون احسن من التراب والحجر. الصراحه بلا كذوب ما نعرف كيفاش غادي يكون هذا البياض. هادشي كيبان شويه قاصح واخا ما فيهش الشوك، الا انه شويه قاصح. هذا غادي نحطوه في بلاكار، وهادو على الله يكفيونا. الحمد لله دابا شويه الحراره ما غاديش نحتاجو بطانيه وداك الشيء، ولكن ما تعرف دابا الليل كيتبدل الجو. هادشي الصراحه باقي خصنا شويه. دابا بركه، الا قلنا بركه جات معنا. صافي هنا هو هذاك. دابا غادي نمشيو نشوفو شنو غنديرو مع العافيه. غادي نحفرو واحد الحفره هنا على حساب العافيه، لانه البرد ولا الريح ما غاديش يخليها، فاحنا غادي نديرو هاد اللعيبه هادي باش تعاوننا. عندي عقده من الشعيل ديال العافيه في الطبيعه، حيت شويه د الريح وجمره واحده صغيره تقدر تحول داك الشيء كامل اللي داير بيك للرماد. عليها كنحاول ما امكن ندير الاحتياطات ديالي في كل شعله. غادي نشعلها في الخلا. دابا اصعب حاجه، ماشي اصعب حاجه، المهم حتى هي ماشي سهله. خصنا الخشب، والخشب هنا هادشي كامل خضر. تقلب على شي حاجه واش حفت، ولكن لقيت البركه اللي غادي تكفينا ان شاء الله. لقيت واحد الشجره نشفات، ولكن اللهم بارك كنظن ما غاديش نحتاج الخشب. دابا خصني شي حاجه اللي نبدا بها العافيه. هذا ما يسمى ب وشفود، كنسميوه وشفود. هي كتعطي العافيه كيطير. وهادشي غادي يحبسني هنا. كيبقى السؤال مطروح، هو شحال غادي تبقى معنا هاد العافيه؟ واش غيكون فيها الفحم او لا؟ حيتاش الظلام غادي يطيح من دابا شويه، ما بقاش خاصني نشعلها بالليل حيتاش يقدر يشوفها شي واحد من بعيد ويسحب ليه اللي شعلات هنا في هاد الخلا وبالليل.
كاينش اللي كنكره قد هاد العافيه في الخلاف بحال هكا. واخيرا جبناها قد. دابا غادي نوجدوا العشاء ديالنا، واول حاجه غادي نبداو بها هو هذا البراد باش يعمر فيما ندابزو مع العشاء. كيبقى هذا البراد اولويه من الاولويات الاولين اللي خصهم يداروا في الصاك ديالي اذا كنت غنطيب في الطبيعه، وما كنظنش بلي بوحدي في هذه القضيه، حيتاش كمغربي اتاي كيبقى حاضر وضروري في شي وجبه من الوجبات ديالي كل نهار. نوجدوا العشاء ديالنا، ف غادي نديرو لومليت. باش توصل البيض لهنا بلا ما تهرس لك خصك تكون درتي بحسابو يعني. نعطيش هنا فين هو الموس. شخصيا كيبقى الطياب شي حاجه اللي كندير بالضروره، فإلا لقيت شي واحد اللي غيطيب نقدر نرجع اللور كيف ما كان داكشي اللي غيطيب، المهم نقضيو الغرض باش ما كان. وعليها عندي الشغف شويه ناقص من هذه الناحيه ديال الطياب. جبت الزيت على الطريقه ديال البقاله. غادي نتسناو تطيب هاد المطيشه ساعات، انتم عارفين المراحل. عليها اليوم غادي نقضيو بهاد الوجبه، واخا هي مغامره تجيب البيض لهنا بكل بساطه حيتاش يقدر يتهرس وتبقى بلا عشاء. وعلى ايين كانت هذه هي المقله ديالنا بالبيض ومطيشه والربيع والقزبور والفرماج وشويه الكيمون والابزار والملحه. تحت طاب والفوق باقي. بسم الله. الأولى الثانية قيسو. بسم الله. ما عاد عرفت مالي. خصني شي كاس بحال هذا غادي نكون عاوتاني اون فورم. هادشي ما بغاش يطيب، تحت طاب وفوق باقي، ف غادي نغامرو عاوتاني. هادشي ما خدامش، الطربوش ما خدامش هنا، غادي نغامرو عاوتاني. هادي عندك طيح الله يا والدي. اوه 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 اوه. باقي كيبقبق، ولكن الصراحه فيا الجوع وخصني غير ناكل. شوف هادشي كي بسم الله. بسم الله. مهم
صباح النور. السؤال نطرح دابا هو شنو الطريقه نشدو؟ كاين جوج الحلول، واحد زوين وواحد خايب. الزوين هو انه ما غاديش نرجعوا من الطريقه اللي جينا منها، والخايب هو انه غادي نمشيو في واحد الطريقه اخرى اصعب من هذيك اللي هي هذه. هادشي علاش حط ديك الحفره باش ملي نسالي نغطي كطفى حتى العافيه كتهرش ملي شعلتيها اصلا. المهم نمشيو بحالنا دابا وغادي نبداو من هنا. نقدر نقول بلي غادي تكون هذه هي المرحله الصعيبه في الرحله ديالنا هادي وبيض، ونقدر نقول بلي هذه المرحله اذا غادي نبداو التسلق ديالنا هي اللي كنستمتع بها اكثر من هنا، واخا ستريس والخوف والزليق وحوايج اخرين بدينا لانه فيها شي حاجه اللي صعيب عليا بزاف نشرحها، حيتاش كنلقى راسي في هذا النشاط ديال التسلق واللي ماشي صعيب بزاف، الا انه كاينين مخاطر في كل حركه، حيتاش نقدر نزلق ولا تزول شي حاجه من تحت رجلي وحوايج اخرين اللي ما غاديش نقدر نتنبأ بهم حتى يوقعوا، وغالبا غنلقى راسي عندي ثواني قلال بين الحياه والموت ولا شي عاهه دائمه. عليها كنصح دائما بالحذر في هذا النوع ديال الانشطه. الحجر في هذه المنطقه وفي هذا الوقت من العام كيكون مغطي كامل بهذا النوع ديال الطحالب، واخا كيبان كحل الا انه خطر، وغالبا كيكون اللون ديالو خضر ملي كيتقاس بالماء وكيزلق 10 المرات الدوبل وهو كحل ملي كتسطم عليه بالجهد اولا ملي كتحاذيه بيدك. كيف ما قلت بلي الحجر كيزول بكل سهوله، حيتاش كاينين بلايص الحجر فيهم مشدود غير بالتراب، واي حركه خارجيه تقدر تزول واخا ما يكونش مجهود كبير. لهذا دائما خص الواحد يكون عنده بزاف ديال النقاط ديال التسلق، مثلا كل رجل في بلاصه وهكذاك اليدين،
بعض المرات الجسم كامل كيخدم باش تقدر تفك وتوصل للقمه الى كتاب. وهكا كنكونوا قربنا تقريبا للقمه، ونعاود نوصي باللي الحذر واجب بحال هاد البلايص. وكانت هذه النهايه ديال هاد الحلقه.